كتير من الناس ما يعرفوش ان في مادة اسمها الاسبستوس. كانت بتستخدم زمان في تيل الفرامل سواء للعربيات او حتى للدراجات. المادة دي قوية جدا وتستحمل الحرارة، لكن اتضح انها خطيرة جدا على الصحة. طب ليه؟ وده عشان اليافة لو دخلت الرئة ممكن تسبب امراض خطيرة زي تليف الرئة او حتى السرطان، وعلشان كده بقت ممنوعة في معظم دول العالم، والشركات بدأت تدور على بدائل امان. ودلوقتي تيل الفرامل الحديثة بتتعمل من مواد تانية زي مركبات مطاطية خاصة او الياف صناعية او حتى مواد شبه معدنية وسيراميك، واللي الهدف منها بيكون الاداء العالي وفي نفس الوقت الامان الكامل. ولو جينا نبص على تيل الدراجة اللي معانا النهاردة وهي براند SCS Deluxe، هنلاقي انه مكتوب عليها اسبستوس فري، وده يعني انها خاليه تماما من الاسبستوس، ودي الماده اللي كنا عمالين نتكلم عليها من اول الفيديو. ده غير ان التيل اللي معانا النهارده معموله بتقنيه مطاطيه محسنه، وده بيخليها توقف اسرع في الجو الجاف والاهم في المطر. ده غير كمان ان التيل دي فيها مؤشر تآكل عشان تعرف امتى تغيرها. ده غير نظام التركيب اللي بيديك زاويه مظبوطه وبيقلل صوت الصفير. باختصار تيل امنه عملية وأدائها عالي جدا في كل الظروف، وزي ما وعدناكم دراجة تعني الأحدث والأجود. تليفون 0120 327 عنوان المحل الإسكندرية، تقاطع شارع حجر النواطية مع شارع أمين الخولي الظهرية بكوس، وموجود شحن محافظات لحد باب البيت.